السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعينا؟ أخباركم أحوالكم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة، وربي يحفظكم ويحفظ الجميع يا رب. أول مرة تحياتي لكم، أخوكم أحمد العراقي ميكانيك سيارات. أنا على طول أنزل يعني اللي أقدر عليه، أنزل بيه فايدة وبيه مصلحته بالسيارة طبعا إن شاء الله. اليوم موضوع يخص ولف الحماوة وكثرة يعني أصحاب الخبرة يؤدون إلى موضوع يعني شلون أقول لك، يسوون حقل تجارب أو يجرب أو يسوي له فد شغلة، لكن يصورها بأن هي ناجحة، لكن هي لا، مو ناجحة، هي فاشلة بصراحة. يعني اكو بعض الامور افضل يعني تلغي ولف الحماوة، تلغيه احسن من ما تسوي الفقرات اللي راح اقول لك بهن هسه. يعني مثل هذا ولف الانترا عندك، هذا ولف كوريلا، هذا ولف نيسان، هذا ولف اكسنت. يعني هو خلاص من يعطل اني اشمره شمره وجيب لك غيره، ماكو داعي. خلاص هذني عطلانات هسه نقول لي خلاص ذبيناها، ماكو داعي اجي اسوي مثل هذا الولف. شوف وين معبر الأوبرا مالته، نقول عليها مثل السنتر أو الأوبرا مالته. شوف هو لازم هنا بالداخل تصير هو مطلعة دافعة ومعبرة من هنا، بحيث مسوي له فتحة، يحاول بأن يعني يسوي دوران. والله شنو مو الولف ما يفتح، هذا يخليه يفتح بسرعة. لا، هذا ما راح يخليه يفتح بسرعة، هذا راح يخليه يتأخر الولف بالفتح. إذا مثلا نضرب مثال بسيط، نقول مثلا إذا هذا الولف يفتح بال85 أو بال82، يفتح هذا الولف زين، راح يقوم يفتح عندنا فوق ال100 يلا يقوم يفتح عندنا. ليش؟ لأنه هو معبر زين، ومنا قاعد يعبر مي، والبنكة قاعدة تبرد. شو وقت راح يحمى زين؟ لما نتجمر السيارة أو ينضرب بها غاز جيت أو ينهجم الكوخ، يلا ذيك الساعة نقول والله شوف هذا غلطنا. هذا أول واحد. الفقرة الثانية اللي أسوأ من عندها اللي قاعد يسوي له شرحات، هاي شرحة وهاي شرحة. زين انت من اجيت سويت شرحات زين، ما يخالف، ما فكرت ولا قلت هذا اني سويت له شرحات، ايش وقت راح يفتح الولف؟ على كل فتحة ايش قد راح يتأخر الولف؟ فتحة الولف. يعني خلونا نحسب، خلونا ننطي على كل فتحة 5 درجات، هاي 15 درجة زين. وهو الولف هذا قراءته، هذا يقرأ تقريبا والله ما جاي اشوفه لانه مزنجر، تقريبا بال85 هذا زين يقرأ زين. هذا ايش قد يعني راح يفتح؟ يوصل 100 وتنطي بعد حرارة اكثر، لما تشتعل السيارة بنار يلا يقوم يفتح. فهذا الطريقة غلط وهاي الطريقة غلط. واكو طريقة كانوا قبل هم يستخدمونها، قبل فترة هم مرت علي، يخلون على هذه يخلون نتات 8 زين، ويرجعونه مكانه يقعدونه هنا، يرجع مكانه قاعدة زين، يرجع ويسوي بيه فتحة صغيرة. والله لا يقوم يفتح اكثر، ويقوم يفتح من شنو يفتح اكثر، شنو ما اعرف شنو. فهاي الامور كلها غلط، وارجو الانتباه من عندها للي يستحسن من يشوف الولف حماوة وقف عندك ذبه،
الغي لفترة قصيرة، يعني خلينا نقول 3 أيام 4 أيام لما تكمل أمورك شغلك، عرفت شلون؟ وتروح تشتري لك ولف حماوة وتشده وترجع الأمور طبيعية، ما عندك أي مشكلة. زين، بس مو أنت تجي تسوي لي هاي الفقرة وتضرب غاز جيت عندك ويصير عندك ضرر كلش كبير. مثلا نقول ينعوج وجه الكور وينعوج وجه السلندر. إذا صار عواجب وجه السلندر خلاص أنت أنا غصبا عنك شئته هنا بيته لازم تجفت، لازم تجفت. شلون تجفت؟ لأن هذا السلندر راح يطلع، راح يروح له بالمعمل، زين، راح ياخذ له تعديل، راح يشوف البوش حامي، زين، او البستم نازل شويه، ياخذ له قياسات، ياخذ المعرف شنو، يقول لك انا لازم هذا شو تريد اعوف لك اياه على الوضعيه، تريد اكمل لك اياه. فانت كابو سياره ما راح تقدر تعوفه، ما راح تقدر تعوفه، زين، راح تكمل شغلك، زين، وتخسر لك مثلا نقول عليه تخسر لك بالمليون، بال800، بال750، بال1000 دينار، بال100,000 دينار، بالمليونين، بال10 ملايين. على شنو هالخسارة هاي؟ على شنو هالخسارة؟ وليش هاي الخسارة؟ ليش؟ ما يحتاج اخسر هيك، ما يحتاج. خلاص انا حسيت بالولف، انت كفيتر، انت كابو سيارة، انت كابو راديترات، انت يعني مهما يكون صنفك، حسيت بولف الحماوة واقف، خلاص اذبه، اما اجيب لي واحد واشده، زين، او ابدله، او مثلا الغيه لفتره معينه، او مثل قبل فتره مع الاسف انا هذا ذبيته كان شوفتكم اياه، لاغين ولف حماوه مال اكسنت، لاغينه وشيخ الشباب يعني معروف هو ما يحتاج، شيخ الشباب جايب لي فلس على قد الولف، وداك فلس جوا بمكانه ومثقب الفلس، زين، زارفه بالدريل، داير ما يدوره، مسوي له ظروف، وقايل له بالسياره، يقول له هذا عوضك يابا. بيش عوضه يعني مثلا شنو يعوضه؟ يقول له هي عوضك هذا بدل الولفاني، انا هاي طريقه شغلي. زين، شلون طريقه شغلك وانت هجمتها للماكينه وسويتها خرابه صارت السياره. من يجيبوا السياره والله العظيم ذبله 1,000,000 دينار هيك على مو شيء ما يسوي. فيا اخوان انتبهوا وسووا على طول دورة. الدورة هذه عندك انت قانونا، يعني قانون السيارات وقانون الشركات يقول لك كل دخول موسم صيف او شتاء، زين، الدخول موسم الصيف تسوي دورة مي تنظيف، دورة مي كاملة، زين، وبالشتاء دخوله هم تسوي دورة تنظيف كاملة. المي الشتوي إلى رقمه وقياسه، والمي الصيفي إلى رقمه وقياسه. فبصراحة أنا يعني ما حافظ الأرقام، يعني أخاف أحد يسألني على رقمه أو كذا، لا والله أنا ما حافظهن. فإن شاء الله يعني ما يعني إذا لقيت الأرقام أو شفنا كتالوجات ونشوف بالكتالوجات الأرقام والقياسات إن شاء الله هم أبلغكم به، لأن أنا هذا مو اختصاصي، يعني مي الراديتر وكذا زين، أنا اختصاصي تجفيت محركات وصدر يعني وتصفية كاملة للسيارة. فأنا أشكركم على حسن المتابعة، وأشكركم على حسن الظن بي، وتحياتي لكم وجزاكم الله خير الجزاء. وأخوكم أحمد العراقي، ميكانيك سيارات، محلي زعفرانية بعد فلكة المعهد، مقابل إسعاف الفوري أو مقابل الجامعة التقنية الوسطى بالهندسية بغداد. اي أنا محل خدمات أحمد العراقي، تليفون 0-70-3679-63. تحياتي لكم وأشواقي، وأرجو المشاركة، وأرجو يعني المتابعة فضلا وليس أمرا، وتحياتي لكم ومع السلامة.